انا قلت بقى ايه، المدارس داخله علينا، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنه بيضه علينا جميعا. فاحنا دايما بنحتار بقى ايه السندوتشات هنعملها بايه، وبتبقى حيره كبيره قوي. فانا قلت بقى ايه، خلينا نهتم بقى ايه بحاجات المدارس، ونعمل مع بعضينا اللانشون الجميل ده بطريقه سهله وبسيطه جدا، بطريقه صحيه. واللانشون ده لا فيه لا لحمه ولا فراخ يا ستي، والمكونات تعتبر اقتصاديه، والطريقه صحيه جدا جدا. واديكم شايفين الجمال والحلاوه، هيديكي كميه حلوه جدا جدا لسندوتشات المدارس. واللانشون بالذات لازم مكوناته تبقي انت عارفاها وعاملاها في البيت، عاملاها في البيت ومتاكده منها، عشان دي ولادنا مفيش اغلى من صحه ولادنا. واديكم شايفين طلع معايا تحفه تحفه، وعن صدق لا فيه لا لحمه ولا فراخ، وطلع معايا مطاطي وجميل جدا. وهقول لكم على السر اللي يخلي اللانشون معاكم مطاطي كانه لحمه بالظبط. والطريقه سهله وبسيطه جدا، ولا هنستخدم يا ست اكياس حراريه ولا اكياس مطبخ ولا الكلام ده خالص. طريقه السوا صحيه جدا. امال يا هلا هتسويه ازاي؟ معلش يا ستي تحمليني في الفيديو ده، هطول عليكي شويه، بس هقولك على كل تريكات اللي تنجح معاكي اللانشون. وعلى فكره انا اولادي في كليات، مش اي حاجه بياكلوها وخلاص. يعني عايزه اقولك الاطفال ممكن تمشي معاهم اي حاجه، لكن انا اولادي كبار ما كانش الحاجه بتعجبهم ما بياكلوهاش. وعن صدق كل ما اعمله ويخلص من عندي بيخلوني اكرره مره واثنين وثلاثه، وناجح جدا جدا جدا. واديكم شايفين، واداني كميه حلوه جدا. واللانشون ريحته ما اقولكم ان شاء الله واكبر عليه، كان احلى من بره بكتير. وانا مبسوطه جدا جدا ان انا عملت اللانشون في البيت. وانا دايما اقول لكم اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 مكعبات مثلثات جبنه، وانا عاملاها عندكم على القناه. زيتون اخضر، انا هنا حاطه 5 بيضات، لكن انا اساسا انت استخدمي 3 بيضات كبار، لان انا مستخدمه بيض بلدي. ونص كوبايه زيت. وما في الوصفه دي ما فيهاش ملح. ومكعبين مرقه اللي انا عاملاها عندكم على القناه، او هاتي مرقه من بره عادي. وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وبابريكا. ودول 4 معالق طحين او دقيق كبار مهرمين، ومعلقه نشا. وده الشمندر هناخد منه اللون او المنجر، ونص كوبايه زيت. تمام كده. المكون السحري بقى اللي هو هيديك المطه فعلا، اللي هي معلقه النشا، هتديك المطه زي اللحمه بالظبط. دي المكونات بتاعتنا، واظن المكونات دي موجوده في كل بيت. ومثلثات الجبنه انا عاملاها معاكي يا ست على القناه، وهتنفعك في ايام المدارس، وسهله وبسيطه جدا. وعامله معاكي الجبنه الكريمي تنفعك في ايام المدارس. حاجات كتيره هتنفعنا وتوفر لنا وقت ومجهود وفلوس. تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هنا نزلت بال5 بيضات بلدي. هقول لك تاني، انت هتستخدمي 3 بيضات، اللي هو البيض اللي هو بتقولوا عليه بيض المزرعه، او البيض الابيض ده براحتكم. 3 بيضات كبار، انا مستخدمه 5. وهنزل بنص كوبايه الزيت. وهنزل يا ستي بالتوابل بتاعتي، اللي هي توم البودر معلقه صغيره، بصل بودر معلقه صغيره، بابريكا، ربع معلقه فلفل اسود، حبه هنا واحده، ومكعبين مرقه زي ما انتم شايفين كده. مكعبين مرقه، ده اللي انا عملته معاكم على القناه. عامله معاكم مرقه بودر ومرقه كده مكعبات، او يا ست اي مرقه موجوده عندك. وافركوهم بايدك كويس قوي، ما تحطيش الحاجه لما تفركيها بايدك، فكها من بعضيها. قاعد بقى ايه، قاعد معانا يا ست الحبه هنا، بس مش هنحط الحبه هنا سليمه زي ما هي كده، لا، هناخد البذر اللي جواها بس. دي بتودينا اللانشون في ناحيه تانية خالص، بتظبط لنا الطعم. احنا مش حاطين ليه هلا ملح، عشان يا ست احنا حاطين مكعبات مثلثات جبنه فيها ملح، وحاطين مرقه فيها ملح، وزيتون فيها ملح، فالوصفه دي ما فيهاش ملح خالص. ونزلت بال4 مثلثات جبنه موجوده عندكم على القناه. طريقتها سهله وبسيطه جدا، وهتنفعك في سندوتشات المدارس. ارجعوا للفيديوهات دي يا جماعه، والحاجات اقتصاديه ومش مكلفه، وادتني كميه كبيره جدا جدا. المهم ايه، حطينا كل المكونات بتاعتنا في الخلاط. وانا هسيب لكم الخلاط مفتوح كده عشان نشوف ايه كل حاجه بعينينا. انا كده ايه مش هفصل الكاميرا وهفضل شغاله معاكم. انا كده ايه بخلط الخليط كويس قوي. من نجاح الوصفه دي يا جماعه لازم الخليط ده ينعم معاكي جدا جدا، عشان اللانشون يطلع معاكي ناعم ومطاطي احلى من بتاع بره. عن صدق يا جماعه، بشهاده ولادي وجوزي، احلى من بتاع بره بكتير. المهم انا هفضل كده كل شويه ايه اضرب كده ايه في الخليط ده ما ينعم معانا. اول ما نعم معايا كده هنزل بايه، بال4 معالق طحين كبار مليانين مهرمه كده، معلقه كبيره، ومعلقه النشا الكبيره، يبقى 5 4
طحين او دقيق ومعلقه نشا. معلقه النشا دي اللي بتدينا المطه، زي ما يكون فيه لحمه او فراخ بتديكي مطه زي بتاع بره كده، ما يبقاش مفتول معانا. تمام كده. واضربي يا ستي، افضلي اضربي في الخليط ده لما ينعم معاكي. اهد اللون الجميل هاخده منين؟ اللون الجميل خدته من الشمندر او البنجر. البنجر بيتقال عليه شمندر، انا خدت منه اللون الجميل، بشرت شويه كده وحطيتهم في 3 معالق ميه دافيين وسبتهم لما نزل اللون بتاعه، وحطيتهم في مصفى عصرتهم كده، وهنستخدم الميه بتاعتهم. انزلي بالميه شويه شويه ما توصلي للون اللي انت عايزاه. طب يا هل احنا ما عندناش شمندر؟ على فكره انا فرصته معاكم على القناه، نفعني جدا في الفريزر، باخد منه في اي وقت. المهم لو ما عندناش هتستخدمي لون غذائي، ان كان اللي هو النوع اللي هو زي الجل كده او البودر، اي نوع، المهم يكون حاجه غذائي مضمونه، هتجيبها من عند العطار. انا فضلت انزل بحبه الشمندر او الميه بتاعته او البنجر شويه شويه ما وصلت للون اللي هو اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب اللون ما يبقاش غامق قوي، بحب اللون زي بتاع بره كده، هو كده اللون ده مناسب جدا. بس انا لسه هنعم فيه، كل شويه الم كده بالمعلقه، الم كده الحوافي كده واضرب فيه تاني زي ما انتوا شايفينه، واخلص من اللي على المعلقه معلقه تاني، لان الخليط ده ما تسيبيش منه حاجه، فعلا طعمه تحفه. انا على فكره انا دقته كده وهو ني كده قبل ما نسويه، كان طعمه حلو جدا. المهم هنضرب تاني. يبقى انتوا عرفتوا انا ما حطيتش الملح ليه؟ ما حطيتش الملح عشان في مثلثات جبنه، وفي كمان مرقتين فيهم ملح، وفي زيتون كمان، يبقى ما ينفعش نحط ملح خالص. شايفين الخليط؟ الخليط كده تحفه تحفه. يعني اظن يعني لغايه دلوقتي الخطوات سهله وبسيطه جدا جدا. الخليط ما اقولكمش على الريحه والجمال، وحبه الحبهان دي بتديني تطعيمه تحفه تحفه. هتسويه ازاي يا هلا؟ في الكوبايات الازاز اللي انتوا شايفينها دي، كوبايات الازاز دي من جهاز بنتي، اتخانقت معاها لغايه ما خدتهم منها، فانا مش هضحي بيهم بقى، ما تقلقوش، لا الازاز هيفرقع منكم ولا اي حاجه. انا دهنت الكوبايات دي اللي خدتها من بنتي بالعافيه، وهقول لكم هنعمل ايه. دهنتها زيت كده. احنا هنعمل نوعين، هنعمل نوع بالزيتون الاخضر وهنعمل نوع بالفلفل الاسود. عايزه تعملوهم يا ست ساده ما يهمكيش، اعملي ساده ما فيش مشكله. عندك الزيتون وعندك فلفل اخضر، حطي فلفل اخضر مكان الزيتون بيدي تطعيم، قطعي فلفل واعملي زي ما انا بعمل بالزيتون كده. انا بنزل بالزيتون 3 شرايح كده، احط شويه وانزل ب3 شرايح، بس حاولي خلي الزيتونيه كده على تدورتها عشان في التقطيع تبقى باينه معاكي. بنزل كده بشويه وانزل كده بشرايح الزيتون حوالي 3 4 كده، واكمل شويه خليط. بس ما تمليش الكوبايه للاخر، لازم تسيبي شويه من الكوبايه عشان الخليط ده بسم الله ما شاء الله عليه بيزيد معانا. ويا ريت اللي وصلت معايا للخطوه دي تحط لي اللايك الجميل عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. المهم انا بدب الكوبايه كده بطلع منها الهواء. المهم تعالوا نعمل الكوبايه الثانيه، وهقول لكم على طريقه ما تقلقوش، الازاز مش هيفرقع منك ابدا، ما تقلقوش. ما انا قلتك مش هضحي بالكوبايه دي، وخصوصا انا واخداها من بنتي بالعافيه. المهم نزلت كده بنص معلقه فلفل اسود، فلفل اسود خشن عشان يبان معانا، وانت بقى بتقطعي اللانشون، وحطيته في الخلاط كده وبالمعلقه قلبته. وهنزل بقى بالخليط ده كله في نفس الكوبايه الثانيه، وفي نفس الوقت برده ما تمليهاش ودبيها طلعي الهواء. تعالوا نشوف طريقه السوا بقى. طريقه السوا ازاي بقى؟ هنجيب بقى انا جبت ورق زبده كده وعليه ورقايه فويل. انت ممكن ما تحطيش ورقه الزبده، بس انا كنت بحطها في الاكل لما يبقى الاكل في الفويل نفسه، لكن الفويل ده مش هيطول الاكل بتاعك، فمش مشكله لو ما عندكيش ورق زبده. وقفلت بس لازم ورق الفويل ده. وقفلت الكوبايات بتاعتي. تعال نشوف هنسوي ازاي بقى. كده خلاص الحاجه بتاعتي جاهزه، مش احنا دايما نقول اهم من الشغل تنظيم الشغل؟ يلا بعد كده انا جبت كده قماشه فلنه، قماشه قطن، عندك اي قماشه فلنه قديمه خدي منها كده طبقيها وحطيها في الحله، خدي منها جزء كده. وحطيت الكوبايات وجبت ميه بتغلي كده الكاتل بتاعي، واحط الميه بس اخلي الميه 3/4 الكوبايه. تمام كده، 3/4 الكوبايه. عشان يعني اعملي تلتين وسيبي تلت فاضي، ما تخليش الميه توصل لفوق. ونغطي الحله بتاعتنا كويس، وناخدها على العين الصغير. انا دايما اشتغل على العين الصغير في الاول على نار عاليه. انا هنا بوريكم لسه الميه ما غليتش معانا، انا هغطيها ولما تغلي ارجع لكم تاني واوريكم من الكوبايه زي الفل، كل شويه هوريها لكم. تمام كده. الميه لسه ما غليتش معانا، انا هسيبها لغايه ما تغلي وارجع لكم تاني واوريكم
ان الكوبايات ما فيهاش اي حاجه، ما تقلقوش. شايفين هي بدات الميه تغلي معايا اهي. المهم هنسيبها. انا رجعت لكم تاني بعد الميه ما غلت كده بشويه، بحوالي كده 5 دقايق. هدي بقى النار شويه وسيبيه يعيش حياته حوالي 45 دقيقه. طب يا هلا هنعرف ازاي الخليط ده استوى معانا؟ شايفين انا ههدي النار دلوقتي واسيب الكوبايات بتاعتي تعيش حياتها واغطيها. طب يا هلا هنعرفها استوت ازاي؟ هقول لك يا ستي، هقول لك دلوقتي هتعرفيها استوت ازاي. بعد 45 دقيقه هروح نعر الحله بتاعتنا. ولو لقيت الميه نقصت معاك يا ستي زودي ميه بتغلي تاني، مش هيحصل اي حاجه. هنعرفها ازاي؟ نيجي من فوق ورق الفويل كده، عز كده بايديكي تلقي الخليط طلع لفوق ونشف معانا كده. طب نتاكد ازاي بقى؟ زي الكيكه بالظبط. هاتي كده اللي بنشيش عليها، اللي هي الخشبه دي اللي بنشيش عليها، العود الخشب اللي بنشيش عليه الكفته، او سكينه رفيعه، ودوسي كده من الورق الفويل اللي تحت زي الكيكه كده. ان طلعت معانا نظيفه بالمنظر ده يبقى كده الخليط معانا استوى وزي الفل. بس معلش الكاميرا ما جابتش اتحودت مني كده وانا بحط الخله الخشب دي جوه الكوبايه. انا خلاص اتاكدت ان الخليط بتاعي زي الفل. طب ينفع يا هلا نطلع الكوبايات هنطلعها على البنش ولا على بلاط المطبخ؟ لا يا ست، تفرقع مننا. يا تسيبيها في الميه تبرد يا تطلعيها على خشب. شايفين الكميه زادت معايا ازاي؟ انا بعسها كده زي الكيكه بالظبط، نشفت معايا خلاص بقى كده استوت. بس انا طلعتها على خشبه، ما ينفعش لا على بنش المطبخ ولا على ارضيه المطبخ. او سيبيها في الميه تبرد. وهاخدها احطها في التلاجة حوالي نص ساعه. الخليط زاد معايا وزي الفل. شايفين الجمال والحلاوه؟ كوبايات صحيه، المكونات صحيه وزي الفل. في اجمل من كده يا جماعه؟ الحمد لله ربنا ادانا البصاره ان احنا بنعرف نعمل حاجه بره بالظبط، واحلى بكتير. هدخلها التلاجة نص ساعه ونطلعها خلاص بعد نص ساعه. طب هنفضيها ازاي؟ نجيب سكينه رفيعه كده ونلفها في الكوبايه بكل سهوله. شايفين ازاي اهو؟ في حاجه صعبه؟ عن صدق يا جماعه ما فيش حاجه صعبه. ونصيحه من هاله يا جماعه، اللي يعمل حاجه في المطبخ ما ينفعش اعمل شيء في المطبخ والمطبخ بتاعي زيط. لا، نضفي مطبخك وروقيه وامسحيه كده، وقفي اعملي حاجتك هتطلع معاكي زي الفل. لان انت هتعمليها بنفس وهتعمليها بمحبه. ما هدي اللي بيقول لك نفسك حلو، لان انت بتعمل الحاجه بمحبه مش مغصوبه على الحاجه، فالحاجه بتطلع معانا زي الفل. فما ينفعش اعمل حاجه في المطبخ والمطبخ بتاعي زايط. المهم الكوبايات طلعت سليمه اهي عشان بنتي ما تفرحش فيا. المهم هنفضي الكوبايه تاني اهي. الكوبايه التانيه احنا فضينا اللي بالزيتون واللي بالفلفل الاسود. ويا ستي لو ما عندكيش زيتون اعملي ساده، لو عندك فلفل اخضر اعملي الفلفل الاخضر، قطعيه زي الزيتون كده ورصيه كده في الخليط هيبقى زي الفل. يلا كده نقطع، لو ان انا مش شاطره قوي في التقطيع. المهم هنبتدي بقدر الامكان نخليها خفيفه. تعالوا نقطع ونشوف الكميه دي. بسم الله ما شاء الله الكميه دي هتديكي كميه حلوه جدا تكفيكي في اسبوع المدارس. ما تبقيش محتاره تعملي سندوتشات وهقول لكم تاني، انا حاليا عملت لكم اللانشون اهو بتاع المدارس، هينفعك في السندوتشات. وعامله لك الجبنه المثلثات يا ست على القناه موجوده، وعامله لك الجبنه الكريمي، وكل ده بمكونات يا ستي بسيطه اقتصاديه، وتوفري فلوسك ويبقى عندك ما تحتاريش في سندوتشات المدارس. وان شاء الله هعمل لك الفينو الاقتصادي برضو اللي زي بتاع بره بالظبط في البيت، عشان انا كده يبقى عملنا كل حاجه تحت المدارس. شايفين اللانشون يا جماعه طالع معايا مطاطي ازاي يا هلا؟ انت ما حطيتيش جيلاتين؟ لا يا ست ما حطيتش جيلاتين، المطه دي ادتني من معلقه النشا. شايفين الجمال والحلاوه؟ الله اكبر عليه. ده اللي بالفلفل الاسود. يلا نقطع اللي هو ده بالزيتون. بس الزيتون فين يا هلا؟ اهو ابتدى يظهر. بسم الله ما شاء الله. انا مبسوطه جدا جدا بشكله، جميل احلى من بتاع بره، طعمه حلو جدا جدا، والكميه كبيره جدا جدا. ده كمان انا مقطعاه سميك شويه، انت لو قطعتيه خفيف عني هيديكي كميه اكتر بكتير. شايفين الكميه قد ايه؟ ولسه في تاني. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين مطاط ازاي؟ كانه فيه لحمه وفراخ. شايفين؟ وطعمه يا جماعه كان رهيب بطريقه فظيعه. انا عن نفسي هاله انا ما باكلش ابدا لانشون بره، مستحيل. انا ما باكلش منتجات بره فيها لحوم، اللي هي يقولوا انا ما اعرفش فيها لحوم ولا فيها بس انا كل منتجات بره دي انا لا لانشون باكله ولا كفته بره ولا اي حاجه من بره. بس اللانشون ده انا بموت فيه، كان تحفه. وعلى فكره هو اللي زودني في الوزن، لان كل ما جوع بقى اروح اجيب من الثلاجه كده سندوتش مع كوبايه عصير ولا كوبايه شاي، هو اللي وداني بقى هو اللي زود معانا الوزن.
المهم ايه بقى، ايه رأيكم بقى في اللانشون الجميل ده؟ عن صدق يا جماعة بحب اسمع تعليقاتكم الحلوة اللي بتديني طاقة ايجابية وبتخليني اكمل رغم ظروف الصعبة في شغلي. انا شغلي صعب جدا والوقت مش معايا، بس انا بقدر الامكان بوفر معاكم وقت عشان اعمل معاكم الحاجات الجميلة دي. فعلى الاقل الكلمة الحلوة اللي بسمعها منكم بتديني طاقة. وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبالهنا